بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أحيانا بنلاقي برد قديمة في سوق الجمعة. البرد دي ممكن تنفعنا أو ممكن نستفيد منها أو ممكن نشغلها في بعض الحاجات. دي بردة أنا جبتها أو لقيتها في سوق الخردة في سوق الجمعة في الإمام الشافعي. جبتها ب5 جنيه. البوردة دي أصدقائي بتاعة راديو. كان في عندنا الفترة اللي فاتت، طبعا أيام ما كان الكاسيتات شغالة في عز ازدهارها، كان بيبقى في عندنا بعض الكاسيتات كان بيبقى فيها البوردة بتاعة الكاسيت وبتاع دايرة التكبير في مكان، وبوردة الراديو منفصلة لوحدها في مكان تاني. دي بوردة راديو، طبعا معرفش ماركته ايه، مش مكتوب عندي هنا أي ماركة، ولكن عندي هنا دي المكونات اللي قدامك ديت. لما تلاقي بوردة فيها عمود فرايت وتلاقي فيها مكثف، اعرف ان دي كده بوردة راديو. طيب عندنا هنا البوردة دي يعتبر منفصلة لوحدها، مش مدمجة مع بقية البوردة بتاعة الكاسيت، ودي يعتبر حاجة ميزة كويسة جدا، لأن عندنا هنا ممكن نقدر نشغلها على دائرة صوت أو على دائرة تكبير، دائرة تكبير صوت أو دائرة سماعات أو أي حاجة بتكبر معانا الصوت. عندنا يعتبر عندنا ده مفتاح الموجات، وده مفتاح الفاين، وطبعا دي عند الاي افات، وده مكثف المتغير. ودي عندي هنا يعتبر في عندنا مجموعة من الاي سيات الدول المتكاملة، دي 1 2 3. البوتنشيومتر دوت يا أصدقائي بيجيب معانا عندي هنا، بنظبط عليه لما نجيب الاف ام من شغال ستيريو، بيكون في عندنا ليد بينور مع المحطة لما المحطة تظبط، ولكن الكلام ده يعتبر يعني ايه مش شغال دلوقتي، ولكن هو كل الفكرة نعرف حضرتك ان في بعض الحاجات ممكن نستفيد منها. هنبص مع بعض كده عندي هنا على اطراف التوصيل بتاع الدايرة اهيت. في عندي هنا بص مع بعض كده رموز. بص مع بعض كده عندي هنا رمز او كلمة ليد اهيت، كلمة ار يعني خروج الصوت سماعة شمال او سماعة يمين، كلمة ال خروج الصوت سماعة شمال او يمين، والجراوند وده بي اللي هو الباور او التغذية اللي بتشغل معانا اللي هو ايه دايرة الراديو. طيب تعال نبص مع بعض كده، نوصل الدايرة ديت، نوصل لها اسلاك ونجربها مع بعض كده ونشوف ممكن نشغلها تشتغل معانا راديو، ولكن احنا نشوف هتشتغل معانا راديو الموجات كلها ولا لا، ونشوف هتشتغل معانا من الاصل ولا مش هتشتغل. هجيب قطع اسلاك كده. كام قطعة؟ هجيب قطعة للارضي، وقطعة للتغذية، وقطعة لخروج الصوت إذا كان سماعة شمال أو سماعة يمين. جبت 3 قطع أسلاك همت، واحدة برتقاني خليها الطرف الموجب، واحدة أسود الطرف الأرضي، وكده نخليها يعتبر خروج الصوت. وأوصل عندنا الأسلاك كل سلك فيه مكان بتاعه. وصل سلك البرتقاني عند الكلمة أو النقطة بتاعة بي اللي هو الباور أو التغذية اللي بتشغل معانا الدايرة. التغذية هنا في حد يسألني هتكون كام فولت؟ التغذية هنا أصدقائي هتكون حوالي 6 فولت. طبعا التغذية عندي هنا بتكون متصلة عن الأسيهات حسب الاي سي اللي هو بيشتغل معانا. طبعا في عندنا هنا اي سي بيشتغل معانا الموجة العادية والموجة الاف ام. اي سي بيشتغل اعمال الموجة العادية اقصد، والموجة اللي هي الشورت ويف. وفي اي سي بيشغل معانا الاف ام بس. الاي سي ده يعتبر خاص عندنا هنا بالاف ام، ودول خاصين عندنا بالموجة المتوسطة والموجات اللي هي القصيرة. عندي هنا برضو عمود الفرايت، الملف ده خاص بالموجة المتوسطة، والملف ده خاص بالموجات اللي هي القصيرة او المحطات اللي هي البعيدة او الايه الشورت ويف. اجيب السلك الاسود اخليه عن الطرف الارضي او الجراوند. كده وصلت طرف جراوند وطرف باور. واجيب عندي سلك تالت اوصله عندي هنا في اي خروج من السماعة. عندنا ال وار خروج سماعتين، اوصل في النقطة ديت. كده وصلنا الاسلاك. عشان اختبر الدائرة او عايز اجرب دلوقتي دائرة الراديو ديت، محتاجين دائرة تكبير. دي السماعة انا بختبر بيها حاجات. ده كده الطرف الارضي، وده كده دخول الصوت بجرب بيها حاجات. وهجيب عندنا هنا محول يديني تغذية. المحول دوت بيخرج معايا 8 فولت.
هجيب السالب بتاع المحول، غالبا بيكون الطرف اللي فيه الخط الابيض دوت هو الموجب. السالب بتاع المحول مع الارضي بتاع الدائرة مع الارضي بتاع دائرة التكبير او دائرة مكبر الصوت. كده جمعت الارض كله مع بعضه. بعد كده هجيب عندنا هنا طرف خروج الصوت من الدايرة ديت، هوصله على المكثف، مش هوصله بشكل مباشر اهوت. بعد كده هوصل المحول واشغل عندنا دائرة الصوت. كده دائرة الصوت اشتغلت معانا اهيت. لو فصلت عندي سكة دوت كده هسمع صوت تكبير. كده بقى عندنا ايه، كده بقى عندنا الطرف الموجب دوت اللي جاي من المحول علشان يغذي معانا الدايرة ديت. نقول بسم الله ونوصل كده. لو تفصل شوية نجرب كده، نقول بسم الله نفتح الموجات نغيره كده، نشوف كده موجة تانية. ترتيب الموجات عندنا أول حاجة الاف ام، الام دبليو، اس دبليو واحد، اس دبليو اتنين. كده اس دبليو اللي هي اتنين شغالة، اس دبليو واحد. نجرب الموجة العادية. طب نجرب الموجة الأخيرة للاف ام. نجيب كده أي سلك نعمله زي اريال. في عندنا طبعا مكان اريال دوت اهو، ماشي كده اهوت. إلا زرقاتي إلى الله. عايزة أبرهن لك من الوقت على إني فت ورجعت. أم جابر وده هشام. يديك ربنا يهديك يا رب. هتشوف اللي عمرك ما شلت بنت. يا دوب الشيء العذاب مش كده هو عذاب. ولا يكون عذاب. أوصل السلك في سلك جاي من طبق دش. كان لازم تعرفي من زمان إن فيه قاطع ومكتوب. راضية بكل شيء الحمد لله. والطشت والمي حطيهم قدام شام. نعم. عايزاك يا أختي نشوف كده محطة بإيديك تانية الحلوة دي. على الاف ام. طبعا كده اصدقائي الراديو او الجزء ده مش شغال غير موجة الاف ام بس. موجة الاف ام عندنا مش جايبه غير محطة واحدة بس اللي هي ديت، معرفش المحطة دي الحقيقة. وفي عندي هنا نقطة برضو من باب العلم بالشيء، العمود الفلات هنا ملوش علاقة خالص باستقبال محطات الاف ام. الاف ام خاصة ب الاير بس، يعتبر اللي بيقوم معانا الاشارة، لكن ده ملوش علاقة خالص عمود الفلات بالاف ام. ممكن اجيب مفك عادة وبرفقة كده اشوف عندنا الاي افات ديت، احاول الف كده وانا مشغل محطة مثلا، ما ظبطتش معايا ارجع تاني اخليه على نفس الاتجاه، اجرب واحد تاني اي اف تاني
ما ظبطش معايا برضو ارجع تاني نفس الاتجاه، وهكذا. بيكون في عندي طبعا عندي هنا مجموعة للاف ام، ومجموعة او اتنين برضو للام دبليو، او تلاتة. وفي عندي بيكون برضو واحد او اتنين لموجات اللي هي الشورت ويف او موجات القصيرة. وممكن زي ما قلت لحضرتك كل واحد يظبط كده، يحاول يظبط الصوت بتاع المحطات قدر الامكان من الايفات ديت. طبعا ما يشترطش الالوان بتختلف عندنا من جهاز لجهاز تاني. فالالوان عندنا ما تشترطش، ممكن يبقى لون اصفر شغال في الام دبليو، ممكن لون اصفر شغال في الموجات اللي هي الشورت ويف، وممكن لون اسود شغال برضه فينا او شغال هنا يعني مش تفرق معانا اللون بتاع ايه، الاف او بتاع الموبينة او بتاع محول التردد العالي. بكده احنا اتعرفنا ان احنا ممكن نلاقي في الخرد يا اصدقاء دوائر بتبقى شغالة ممكن نستفيد منها في حاجات حسب نوع الدايرة دي. كده المحطة اللي شغالة اهي. كده وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.